سلام من الله عليكم متابعينا الكرام. 7 مشاهير ممن مثلوا باب الحارة قد ماتوا حديثا. حسن دكاك ممثل سوري من أصل فلسطيني، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية السورية، منها سلسلة مرايا، كما أنه شارك في مسلسل باب الحارة بأجزائه الخمسة بدور أبو بشير الفران. ولد بدمشق عام 1956، تخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق، انتسب إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1982، توفي في دمشق صبيحة 13 من يوليو تموز عام 2011. محمد رافع ممثل سوري من أصل فلسطيني، والده الممثل أحمد رافع وهو من مواليد دمشق، مثل في أول 3 أجزاء من باب الحارة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي المعارضة تمكنوا من قتله بتهمة إعطاء معلومات عن المتظاهرين والناشطين، ونقل عن المرصد أن الفنان كان يحمل سلاحا فرديا وكان بمهمة من القوات الجوية. سليم كلاس ممثل سوري ومن الفنانين المؤسسين للدراما السورية، ولد في دمشق، بدأ التمثيل عام 1970، وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية الهامة، بعد أن بدأ حياته كمذيع في برامج إذاعية وتلفزيونية. من المسلسلات التي عمل بها مرايا والخوالي وباب الحارة. توفي الفنان السوري سليم كلاس في صباح 12 من ديسمبر عام 2013 إثر أزمة قلبية ألمت به في العاصمة السورية دمشق. وفيق الزعيم ولد وفيق الزعيم في مدينة حماة، بدأ التمثيل في أوائل الثمانينيات واشتهر من خلال مسلسلات مثل حارة نسيها الزمن عام 1988، وكان هذا المسلسل من تأليف هاني السعدي، حيث اشتهر آنذاك بالعبارة التي كان يرددها في هذا المسلسل: كريستال وأصلي. ومن أعماله أيضا فيلم الطحالب في نفس الفترة من إخراج ريمون بطرس، كما شارك في مسلسل حمام القيشاني، وظهر نجاحه خلال المسلسلات الشامية مثل مسلسل باب الحارة. توفي وفيق الزعيم بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 53 عاما، وكان قد تراجع وضعه الصحي خلال 10 أيام التي تسبق الوفاة، مما استدعى نقله بحالة إسعافية إلى مشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وأدخل إلى غرفة الإنعاش ليفارق الحياة مساء 15 من مارس عام 2014. عبد الرحمن آل رشي ممثل سوري من أصل كردي، قدم الكثير من الأعمال الهامة في السينما والتلفزيون، وهو عضو مؤسس في نقابة الفنانين السوريين، وكانت آخر أعماله الفنية قبل وفاته المسلسل الشامي الغرب. توفي في دمشق يوم 12 من نيسان إبريل عام 2014 عن عمر يناهز 79 عاما إثر معاناته في مشاكل من جهازه التنفسي. أدهم الملا شارك في الكثير من المسلسلات، وأهمها المسلسل الشهير باب الحارة بأجزائه الخمسة بدور أبو محمود. توفي يوم الأربعاء في 2 من يوليو عام 2014 بعد معاناة وصراع طويل مع المرض. عصام عبهجي ممثل سوري، بدأ التمثيل في أواخر الستينات ولمع من خلال أعماله مثل زقاق المايلة عام 1971، وحارة القصر عام 1972، والمسلسل المنوع قصاقيس عام 1975، كما شارك في معظم أجزاء مسلسل مرايا، بدءا من مرايا عام 1984 ثم 86 ثم 88 حتى أحدث الأجزاء مثل عشنا وشفنا عام 2004. كما شارك في الكثير من المسلسلات الدرامية السورية مثل لك يا شام عام 1989، والجزء الأول من مسلسل أبو كامل عام 1992، وكذلك مسلسل الدغري عام 1992 أيضا. ومن أهم أعماله مسلسل أحلام أبو الهنا، ومسلسل عودة غوار، ومسلسل باب الحارة، والعديد من المسلسلات الشهيرة، ولكن أفضل فرصة له كانت في المسلسلات التي ذكرناها.